چهاردەم نویزگەها فەنی باز جارا یەکەمین تێن داخستن لە باژارێ ڕەقایە لەسەر مستەوا باکووری سووری ئەم لە تەواهی هێزن ئاسایشێ ئەولەکاریە هەندرین هەموو گەلەخە ئەم پیرۆز دکن وێ ئەف کۆنفرانس ببێ هێزە ئەمنی مستەقبل پێشەڕۆژە مە ئەم بکارەبن هین بێتر پەرستنا في وڵاتی بکن. الديوان الكريم، الضيوف الأعزاء، جميع الزملاء الإداريين وأعضاء الكونفرانس الأول لدول الأمن الداخلي في شمال سوريا، نحن باسم الهيئات الداخلية في الشمال السوري نرحب بكم في هذا الكونفرانس ونقول نحو مستقبل آمن للشمال السوري. لا شك بأن مؤسسة الآصايش والقوى الأمن الداخلي لعبت من خلال الدور الكبير في ثورة الشمال السورية من ناحية تحقيق الأمان والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. نعم، استطاعت هذه المؤسسة جنبا إلى جنب مع جميع القوى العسكرية وأخص بالذكر قوات سوريا الديمقراطية التي استطاعت تحرير جميع هذه المناطق من الإرهاب، وخاصة في هذه البقعة الجغرافية التي يتم انعقاد هذا الكونفرانس. كان هناك منظمة إرهابية تسمى داعش، وقد سمت هذه المنطقة أو هذه الجغرافية بالعاصمة المزعومة، ولكن استطاع قواتنا جميع قواتنا من تحرير هذه المناطق وأيضا تسليم هذه المناطق لأبنائها لكي يتم إدارتها من قبلهم. فتم تشكيل القوى الأمن الداخلي كما كان تشكيل قوات الآصايش في عام 2012. تم تأسيس قوى الأمن الداخلي في هذه المناطق. نعم أيها الزملاء، أيها الرفاق، اكتملت الثورة بتأسيس جميع المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة الأمنية. هذه المؤسسة لعبت دورا كبيرا. طبعا مؤسسة الآصايش وقوى الأمن الداخلي، وأيضا مؤسسة التي قامت بدور تنظيم حركة المرور ألا وهي مؤسسة الترافيك، وكافة الأقسام التي شاركت في تحقيق الأمان، جميع الأقسام الإدارية والأمنية وجميع الاختصاصات التي تم تأسيسها خلال هذه الفترة. لولا هذه القوى، لولا القوى الأمن الداخلي، لكانت هناك فوضى، لكانت هناك الجرائم المتكررة، لكانت هناك فساد على الأرض، لارتكب الجرائم الواضحة. ولكن أنتم أيها الزملاء، أيها الرفاق، أثبتتم على أنكم تمثلون الثورة الديمقراطية، تمثلون القوى الأمنية الحقيقية في هذه المرحلة الحساسة. هبل وكار خاين دوام بكر كاز شبوه وكي نظام داخلي هل يوجد أي ملاحظات على هذه المواد؟ نعم، يتم تنظيم إدارة الأمن أو النظام الداخلي لقوات أسايش روجافا
عن جميع محاولات الفاشية التركية لوأد ثورة روجافا وشمال سوريا، ضاربة في صميم المجتمع ومحاولة لبث روح التفرقة في جميع المكونات في المجتمع السوري عموما وفي مناطق روجافا وشمال سوريا على الخصوص. ونتيجة لتوسع الرقعة الجغرافية المحررة ووجود الفراغ الأمني داخل المدن عن أعمال تراخيص الأسلحة تم تنظيمها في الإقليم والمدينة بصفة مكتب، كل مكتب تابع لإدارة المركز. يعني جحمي صحابك تهرمان سعفرين كفرات الجزيرة دير زور الرقة تبقى دم بيش وفيك ورن مع نقاشي تنكرن ووكي حمي من أمني ده من النظام داخلي ده أب ربيان صحات جالت إذن وكأصيش تبا أبدو المهاية الكبيرة هاي يتبع لأقليم معين، أما إذا كان الإدارة العامة تشمل كافة الأقاليم في شمال السوري. جيشتية درباز دیسا سازکردن و پاراستنا اولکاری و آرامی آوی پرگال جهر سازی بهتر ارکا اسایشیه. شورش آزادی یا کلولات من جهر دم بهتر جبر گلک سدمان لسر ما فرض که کو ام وان ارکان خود پیک بینن. المنظمة إلى أقسام في مركزها العام الإدارة. فيك دا جي مقول وقت ما أرى من بجد شكل مقام علاج بخور. بس الاختلاف راح يكون في بمناطق الشمال السوري مثل رقة، منبج، طرقة، دير الزور، مثل هذا العلم اللي شايفينه فوق قوة